خلينا بقى نروح على النادي الاهلي ومباراة الاهلي مع الترجي، وهي مباراة في غاية الاهمية. وانا قلقان من الترتيبات والتسليم الكاس. الاهلي مفس، والاهلي عنده منافس شديد الاحترام هو نادي الترجي اللي وصل، هو دي صورة وصول البعثة. نادي وفريق شديد الاحترام نادي الترجي، وبقول لك مباراة في غاية الصعوبة. انا داخل ما بين الشوطين اتلانتا وباير ليفركوزن. لو سالت اي واحد في العالم مين اللي هيكسب يقول لك باير ليفركوزن، وانت مغمض، ما خسروش 50 مباراه وخدوا الدوري الالماني بلا هزيمه و انا داخل والنتيجه 2-0 في الشوط الاولاني، ما اعرفش بقت كام دلوقتي لصالح اتلانتا، ولسه زي ما هي. وواضح ان اتلانتا في طريقه للفوز بالبطوله، يبقى خسر مباراه واحده في الموسم خسرته اهم بطوله الدوري الاوروبي. فلازم الناس تعرف انه تتكلم على المراسم وعلى لكن الاهلي مفس. الاهلي عنده تحدي صعب جدا مع الترجي الذي لم يخسر خارج ملعبه امام سان داونز بل فاز، خارج اسك بل فاز بضربات الترجيح، مع بيترو اتلتيكو ولم تهتز شباكه على مدى 10 او 11 مباراه. فحضرتك هتعيشني في جو الافراح والاحتفالات كل سنه وانت طيب. ما هو الناس لازم يجي لها اصل كل دلوقتي، طب هو الاهلي هيستلم في الملعب؟ الاهلي هيستلم فوق اولياء الامور، الاسر، انسى كل ده. انت تركيزك كله كيف تهيئ وتعد الاجواء من اجل انتصار هام جدا للكره المصريه. لانه لو هذا الامر في تونس هيبقى الناس في تونس شغالين بالطريقه دي عشان الترجي، فاحنا نشتغل عشان النادي الاهلي. ارجو ان يكون كلامي مفهوم وكلامي واضح ورسالتي واضحه. واهم حد توصل له رسالتي هي لاعيبه النادي الاهلي، والاهلي حرصا منه على اهميه اللقاء قرر المعسكر يبقى من بكره، وهو امر نادرا ما يحدث، وان كان غالبا حدث في السنه اللي فاتت. فالراجل قرر كولر انه المعسكر يبقى 48 ساعه، هيبدا الخميس، خميس وجمعه. هو دايما بيدخل ليله المباراه لانه عارف اهميه المباراه وعارف اهميه الحدث. اتمنى ان الناس في مصر تبقى عارفه ده. حضرتك ما تحتفلش قبل الحدث، احتفل لما الحكم يصفر معلنا نهايه المباراه والاهلي بطلا باذن الله. فالمسانده والمؤازره والتشجيع، كلنا هنا عملنا ملحمه للزمالك قبل الكونفدراليه، وكان في نوع من انواع التركيز الشديد جدا من الزملكاويه لانه كان خسران هناك 2-1 ولازم يكسب، وهدف واحد كان يكفي وهو ما حدث. فالاهلي هدف واحد يكفي، ونتمنى ان يحدث هدف واثنين وثلاثه اذا قدرنا يعني. وهرجع تاني احذر، حذاري ان تصل هذه المباراه الى ركلات الترجيح. انا بحذر بقالي قد كده، وهرجع كل ما هطلع قدامك هنا على الهوا هقول لك حذاري ان تصل هذه المباراه الى ركلات الترجيح، وعندي اسبابي ومش هقولها دلوقتي، وان شاء الله مش هتحصل بامر الله سبحانه وتعالى. ارجو الا تحدث، لانه اصلا بيبقى عليك شد وضغط عصبي عنيف جدا في وسط جمهورك. والله لو بره بتبقى الامور اسهل، وده من اهم الاسباب اللي عندي يعني، عشان بس الناس ما تفكرش انها اسباب فنيه يعني. فالنادي الاهلي النهارده اتمرن تمرين كويس، تدريب كويس جدا كمان، واللعيبه في حاله تركيز بشكل جيد، بس محتاجه من الناس انه الله يخليكم بلاش تقيموا الاحتفالات قبل الاحتفال، بلاش تقيموا الافراح قبل الفرح. خلي ان شاء الله الفرحه والسعاده مع اطلاق الحكم صافره النهايه وتتويج النادي الاهلي بالبطوله باذن الله. واللي فاكر واللي شايف واللي حاسس ان المباراه صعبه اقول له لا يا حبيبي، المباراه صعبه جدا 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 فوق ما تتخيل. ارجو ان تكون رسالتي واصله للجميع. تريزيجيه يا تريزيجيه، بص انا بحبك بجد والله. هو على ما اعتقد كده ان مفيش اهلاوي ما بيحبش تريزيجيه، على ما اعتقد يعني كده. فموضوع رجوعك بقى للاهلي او عدمه، انا شايف الموضوع مش مهم. محدش يزعل مني والله بجد، شايف ان الموضوع مش مهم. بص يا صديقي، اوصل لك حاجه بس انا عايز اقولها، مش عارف بقى تفهمني فيها ولا لا. اوعى تتمنى خصوصا مع الاهلي، والله مش الكلام مش مبالغ فيه، ولكن ده اللي انا شايفه من وجهة نظري يعني. ما تتمناش ان لاعب يكون معاك ايا كان اللاعب ده اسمه. على فكره والله العظيم بحب تريزيجيه جدا جدا جدا،
بس ايا كان اللاعب ده مين ولا اسمه ايه ولا إيه نظامه ايه، ما تتمناش ان هو يكون معاك. يعني ما تجريش وراه. يعني ما يبقاش حلم حياتك ان اللاعب ده يجي مثلا الاهلي. ليه بقى؟ اسمع يا باشا، بص، الاهلي دايما بيضيف لاي حد اسمه بيرتبط بيه، فهو اللاعب نفسه اللي يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي لو محتاجه هيجيبه. فانت خليك كده كمشجع للنادي الاهلي قاعد زي الباشا، وانت عارف ومتاكد ان فريقك تمام وتمام قوي، واي لاعب هيحتاجه هيجيبه. الموضوع سهل. واي لاعب مهما كان اسمه الاهلي مش محتاجه او متكبر على الاهلي او ايا كان ايه السبب يعني اللي مش هيجي بسبب النادي الاهلي، فقشطه تمام، مش هيفرق، مش هتقف الدنيا يعني. صباح الفل.